السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم المتنوع والبسيط مع فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تنال اعجابكم. كما كتشوفوا معايا اليوم غنقترح عليكم في هذا الفيديو كيفاش غادي نعجنوا الخبز ان شاء الله. بالنسبة للمبتدئات ان شاء الله كيفاش غيبقى معك مده طويله او غير طيب، وكيفاش كيجي مفشفش بحال هذا الشكل. ونزيدكم حاجه اخرى بدقيق القمح الكامل بالنخاله ان شاء الله يا ربي، كيجي لذيذ. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتجربوا وترجعوا ليا. اول حاجه ندوزو للمقادير. كتشوفوا معايا هنايا عندي جوج لافات ديال القمح الكامل اللي بالنخاله ديالو اللي كيتحضر في المنزل، وعندي ثلاثه ديال الفرص غادي نخلطهم بجوج بيهم هاد المكونات، وغادي نقص واحد الزلافه. عندي ثلاثه المعالق صغارين ديال الخميره الفوريه حبيبات، وعندي شويه ديال السكر سنيده، وغادي نخلط المكونات كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. المهم حتى نحصل على خليط اللي خصو يكون شويه خفيف. تماك راه عندي الزلافه ديال هذا ديال الدقيق، يعني مني خلطت الدقيق الكامل ديال بالنخاله ديالو مع الدقيق الابيض، خديت منه واحد الزلافه خليته بمعجنه هذا العجين هذا. خصو نحصل على واحد العجين اللي هو خفيف كيف ما كتشوفوا هنايا. فين كاينه السر ديال العجينه باش كيجيك العجين مفشفش وكيجيك مزيون رطيطب. خاصه في الاول دلكيها بحال البغرير، من بعد كتبداي كتزيدي في المكونات الثانيه. كيف ما كتشوفوا غنزيد شويه ديال زيت الزيتون باش يبقى عندنا الخبز رطيطب، وغنزيد الملحه. كما كتشوفوا الملحه على حسب الذوق، بامكانك تزيدي بالنسبه بامكانك ما تزيديش. وكنبقى نزيد الدقيق تدريجيا شويه من ورا شويه حتى كتجمع ليا العجينه ديالي. ومع ذلك ماشي خصها تكون قاصحه، يعني خصها تبقى تلصق لينا في الايد ديالنا. هنايا انا كيعجبني نعجن فوق طاوله العمل. كيف ما كتشوفوا بطبيعه الحال خاصها تكون نقيه. غادي ننزل هنايا باش ندلك العجينه ديالي. هنايا خديت واحد شويه ديال الدقيق باش نزول داكشي اللي عندي في يدي وغندلك العجينه. هنايا غادي نبقى جبت هاد الزلافه، عملت فيها شويه ديال الماء. غادا نبقى انا كما كنعجن وانا كنعمل يدي فيها الماء، واخا تكون تتلصق واخا ماشي مشكل، غير عمل يدك باش ما تلصقش لك العجينه في يدك. وهذا وانتينا كتعجن بحال هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا هنا راه العجينه عندي خفيفه وكتلصق في اليد، وهنا كنبقى كندلك فيها. هنا راه مزربه الفيديو باش ما يجيكمش طويل. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. صافي كنبقى كنعجن فيها على هذا الشكل هذا حتى نحصل على العجين ديالي. ضروري خصها تكون مدلوكه، يعني واخا في الاولي راها كدلكها ملي كتكون يعني خفيفه هيداك راه كتسمى يعني راها مدلوكه، ولكن غنزيدو ندلكوها. هنايا صافي بعد ما جمعت العجينه ديالي غنعملها في الاناء ونغطيها حتى تختمر ليا ان شاء الله. ديك الساعه غندوزو المرحله المواليه ان شاء الله. هنا بعد ما اختمرت ليا العجينه كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ باش غنقرص بالنخاله الرقيقه. وصافي ثاني غنجيب واحد الزلافه نعمل فيها الماء باش كنهز ديك العجينه ديالي حتى كتلصق. صافي نعملهم على شكل دوائر كيف ما كتشوفوا، على حسب بغيتهم كبارين بغيتهم صغارين. هنايا كيف ما كتشوفوا يعني كنقطعها بالماء وكندورها نشكلها بالماء، يعني ما كنعملش الدقيق ولا حتى شي حاجه باش ما كيدخلش لينا داك الدقيق وسط العجين وتجينا العجينه مدقصه. يعني حنايا نقرصوها ولا كندوروها بحال هذا الشكل بالماء وصافي. ومن بعد ملي كتشكل لينا على هذا الشكل كنعملوها في الدقيق ولا في المهم باش ما بغيتو تكرصوا. هنايا انا عامله عندي غير الدقيق هذا عفوا النخاله هذيك الرقيقه هي اللي كنقرص بها انا. صافي كنبقى على هذا الشكل حتى كنكمل العجين ديالي كامله كيف ما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا راها كتلصق في يدي، وضروري يكون احدى كتعمل الماء ولا الزيت على حسب بغيتي الزيت بغيتي الماء، يعني اللي ارتحتي فيه. وماشي
ماشي كتعملي يدك في الماء وغادي يبقى لك يدك، يعني غيبقى لك العجين فيه الماء، لا، هي حيت الدقيق ديال القمح كيشرب. صافي كنبدا هنا كنقرص في العجينه ديالي على هذا الشكل هذا. انا عملتهم خبيزات صغيورين كيف ما كتشوفوا، يعني بامكانكم نتوما تعملوهم كبارين، يعني كتشكلوا على حسب التقريصه كيف ما بغيتوهم كبارين بغيتوهم صغارين. هنايا كندقوا عليهم غير شويه وغنعملوهم في الصينيه ديالنا باش يختمروا. تاني حاجه يعني من الاحسن تعملوهم في الصينيه نيشان، يختمروا لكم في الصينيه اللي غتدخلوا الفران، قد ديال الغاز قد ديال الكهرباء. علاش؟ اين فوا ملي كتكون العجينه خفيفه وكتنفخ كتختمر، اين فوا كتهزيها كترميها في الصينيه باش تدخلها الطيب، كتهبط. حنا ما بغيناهاش تهبط. مني كتهبط صافي كتلصق لك العجينه، كتولي تتجي لاصقه. هي من الاحسن تقرصيها نيشان في الصينيه اللي غتدخلها للفران. فاهمين؟ صافي هنايا صافي كنبقى كنقرص، غير كندق عليهم شويه، غندخلو نشعلو الفران، خصو يكون ضروري سخون بزاف. وان فوا كندخلو، بالنسبه كنهضر على الفران ديال الغاز وهذا وديال الكهرباء، ان فوا كتدخل ملي يكون سخون الفران، لا كنشعل من الفوقي، كنطفيو على الفوقي وكنخليو غير لتحت حتى تشوفي الخبز ديالك بانه راه شبر في راسو. ويعني صافي خصو غير يتحمر، صافي عاد كنشعلو الفوقي. وصافي اخوتي هنايا عملت لهاد، غنعمل جوج خبيزات بالشوفان، غنقرصهم بالشوفان وصافي. واللي بقى غنقرصو بالنخاله ديال الدقيق القمح. كيجي البنات غزال ما شاء الله، وكيجي مزيون، ماشي غير الفورص ولا الدقيق الابيض بوحديتو كيجي شويه كيحرق في المعده. هذا كيجي خبز بالدقيق الكامل، كيكون صحي ومزيان للوليدات. هنايا كيف ما كتشوفوا خرجوا معايا 6 الخبيزات. صافي هنايا راه كيف ما شفتوا، راه ان فوا ما جيت نكمل التكريسه حتى طلعت لي ولا اختمرت لي العجينه، صافي وكندخلها للفران كيف ما شفتوا. وها الخبيزات ديالي كيفاش جاو، هاهم وجدوا، جاو مزيونين وجاو مفشفشين كيف ما كتشوفوا ومحمرين على هذا الشكل هذا. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. انا غنقطع معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي من الوسط، كيجي مفشفش وكيجي الجلده لاصقه مع البابه، يعني ما كتجيش البابه بوحديتها والجلده بوحديتها. وبامكانكم تحتفظوا به حتى في المجمد، ولكن ضروري خصكم تخليوهم حتى يبردوا، يعني يكونوا باردين عاد تقدروا تحتفظوا بهم في المجمد ويبقاو معكم مده طويله. كيف ما كتجبدوهم وتسخنوهم كيبقاو رطبين بحال يلا طيبتوهم. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش اللايك واشتراك والبارطاج. وهذا ما كان اخوتي، الى اللقاء الى فيديو قادم.